ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. هنعمل معاكم النهارده الطحينه الاصليه، احسن من اللي تشتريها من بره كمان. دي شكلها بكوبايتين سمنه. شوف هتعملي كميه قد ايه. وسعرها غالي اوي اليومين دول. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنعمل معاكم النهارده الطحينه الاصليه بتاعت المحلات. هي مكوناتها بسيطه، سهله وبسيطه. مفيش فيها اي حاجه، ولا دقيق ولا حاجات من اللي بنشوفها دي الاصليه. نحتاج معانا كده سمسم احمر وسمسم ابيض بالشكل ده، كوبايه زيت. يلا بينا على نار هاديه. هنسخن طاسه كده وننزل بالسمسم، نشيل الرطوبه اللي فيه، نحمصه شويه. يا بنات بالشكل ده، بالشكل ده يا بنات. سمعتوا الصوت؟ لما تدقوا الصوت ده تحس انها اتحمصت معانا كده. بالشكل ده نجيب السمسم الابيض برضو بالشكل ده، ونفضل نقلب فيه كده. اهو بنات كده الرطوبة طلعت من السمسم. كده السمسم اللي حمصناه معاكم كده، هنجيب مطحنة البهارات. نضيف فيها السمسم بالشكل ده. تمام كده يا بنات. هتطلع معانا بالشكل ده. اخلص الكمية وارجع لكم. طحنا كده كمية معاكم بالشكل ده. هنجيب كده خلاط، هنمشي سكينة الخلاط كده بنقطتين زيت، نص الكمية كده او ربعها. تمام كده، ونشغل على الخلاط بالشكل ده. انا عايزه الزيت يعمل معاكي كده ابيض، عشان الطحينه ما تفصلش معاكي. هنضيف كده الكميه دي، نشغل عليها كده. كده يا بنات شكلها. هنضيف كده الزيت ونشغل تاني. تمام كده. نحط بقية الزيت كله. نضيف عليها كده سنة ملح. معانا كده برطمان، ودي الطحينة اللي عملناها معاكم بالشكل ده. لو عايز تعملها بالسمسم الابيض تعمليها السمسم الابيض بس. دي شكلها وريحتها حلوه قوي كده يا بنات. دي شكل الطحينه اللي عملناها معاكم، ما شاء الله عليها.
مش سايبه نفسها ولا اي حاجه، واحسن من اللي بره كمان. بالشكل ده. يا ريت تجربوها، اللي ما اشتركش بالقناه يا ريت تدعموني بالاشتراك، واعملوا زر الجرس ولايك ليصلكوا كل جديد. دمتم بخير، مع السلامه.